كرة ملعوبة على الناحية اليمنى وتسديد بجول. أول أهداف المباراة. الطاهر حماد ينجح في الدقيقة الثالثة، ينجح الطاهر حماد في افتتاح التسجيل للهلال بكرة خدعة أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد كمال، ويحرز أول أهداف المباراة وأول أهداف فريق الهلال في هذا اللقاء. كرة لمصلحة هلال الساحل، قلق تمرير على الناحية اليمنى، مساوي ملعوبة أمامية ناحية كاريكا لسادومبا في المرمى. الهدف الثاني، الهدف الثاني لمصلحة فريق الهلال في الدقيقة 31. في الدقيقة 31 ينجح إدوارد سادومبا من تمريرة رائعة من سيف مساوي لمدثر كاريكا، لعب كرة عرضية لسادومبا الخالي من الرقابة. ينجح الزيمبابوي إدوارد سادومبا من إضافة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 31، ويرفع سادومبا رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف. إذن سادومبا أصبح 6 أهداف. علي سادومبا والعرضية خطيرة لمصلحة الهلال في المرمى، ترتد من العارضة، ترتد من العارضة، وحكم المباراة ماذا يحتسب؟ بطاقة حمراء، بطاقة حمراء وركلة جزاء لمصلحة الهلال. نتابع في الإعادة. مهند وحكم المباراة يحتسب ركلة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء. الامبراطور فيصل سيحة مع الزميل رضا يوضح الحالة. على كل، حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء لمدافع فريق هلال الساحل، وكاريكا يتعهد لتنفيذ ركلة الجزاء الهلالية. إذن مهند وترتد من القائم، محاولات جادة للهلال. تحية للأهلي شندي، تحية حارة للأهلي شندي اللي حقيقة شرفنا جميعا، وهو يحاول تأخره ب3 أهداف ذهابا، والهدف هدف قوي جدا من بدر الدين قلق في شباك الحارس جمعة جينارو يقلص الفارق. تصبح النتيجة 2 للهلال مقابل هدف لهلال الساحل. كرة قوية جدا لبدر الدين قلق سدد في المرمى الهلالي. تصبح النتيجة 2 للهلال مقابل هدف لهلال الساحل. هدف هلال الساحل في الدقيقة 35. إذن 2-1.